تخيل كونا كاملا كل ذرة فيه محتاجة وكل شيء فيه قابل للانهيار. السؤال الحقيقي ليس هو كيف بدأ الكون، بل لماذا لم ينهر بعد؟ الفيزياء لا تملك جوابا نهائيا، الفلسفة تتوقف هنا، لكن كلمة واحدة فقط تضع كل هذا في مكانه: الصمد. أنبهك من الآن، إذا شاهدت أول دقيقتين فقط ثم غادرت فستفهم سورة الإخلاص بالطريقة السطحية التي يفهمها الجميع، لكن إن أكملت فستدرك لماذا هذه السورة وحدها كافية لهز فكرة الوجود من جذورها. هذا الفيديو ليس تفسيرا تقليديا ولا وعظا ولا مجرد شرح ديني. اليوم سنقرأ سورة قصيرة جدا، لكنها تكشف أسرار الوجود بطريقة لم تفكر فيها من قبل. سورة الإخلاص ليست قصيرة لأن طولها محدود، بل لأن عمقها هائل. لماذا هذه السورة بالتحديد؟ لأنها الوحيدة في القرآن التي لا تتحدث عن تشريع، قصة أو أخلاق، بل تتحدث عن الله كما هو، جوهره ووجوده المطلق. انتبه، ما سأقوله الآن لا يدرس في المدارس ولا يقال على المنابر، ومع ذلك هو مفتاح فهم أخطر آية في السورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تعادل ثلث القرآن، ليس في الطول بل في المعنى. أول آية: قل هو الله أحد. كلمة أحد ليست مجرد عدد، إنها تعني وجودا واحدا غير مركب، غير قابل للتقسيم، غير محتاج لأي شيء. تأمل في الكون، كل شيء من حولك مركب، هش، مؤقت، وأحد يشير إلى وجود خارج هذا النظام. كل ذرة، كل طاقة، كل قانون في هذا الكون مرتبط ببعضه، لكن الله أحد، وجوده ليس جزءا من الكون، بل الكون قائم به. العلوم الحديثة عاجزة عن تفسير أصل القوانين، لكن هذه السورة تضعك أمام حقيقة أساسية: هناك وجود لا يعتمد على أي شيء آخر. ثم تأتي الآية: الله الصمد. الصمد هو الذي يقصد في كل حاجة ولا يحتاج لأي شيء. من هذه النقطة فصاعدا سيتغير معنى الدعاء عندك. إن لم تصلي لهذه الفقرة فستفهم الصمد، لكنك لن تشعر به. كل شيء ينهار حولنا، النجوم تفنى، القوانين لها حدود، الطاقة تتحول، لكن الصمد يبقى ثابتا، لا ينضب، لا يضعف. نحن نعلق أماننا على أشياء هشة: المال، المنصب، العلاقات، ثم نندهش عندما تنهار. الصمد يعلمنا درسا: الأمان الحقيقي لا يكون إلا في شيء لا يحتاج لأي شيء آخر. أغلب الناس يتركون الفيديو هنا، لكن الغريب أن هذا هو المكان الذي يبدأ فيه السؤال الحقيقي. ما سأقوله الآن إن فكرت فيه بصدق سيجعلك تعيد النظر في فكرة البداية والنهاية نفسها. الآية الثالثة: لم يلد ولم يولد، ليست مجرد نفي للنسب، بل إعلان فلسفي: الله ليس داخل الزمن. كل مولود مرتبط بالزمن، وكل الذي يولد مقيد بالزمان، لكن الله خارج هذا كله، أساس غير محدود. تخيل معي، الزمن بدأ، المكان بدأ، كل شيء بدأ، فماذا كان قبل البداية؟
هذا التأمل يجبر العقل على التوقف، ليس ضعفا بل حقيقة حدودنا أمام المطلق. الآية الرابعة: ولم يكن له كفوا أحد. لا شبيه، لا مثيل، لا مقارنة. كل محاولة لتشبيه الله هي إسقاط محدود على المطلق. إذا جمعت الآيات الأربع: وجود غير مركب، غير محتاج، غير زمني، غير قابل للمقارنة، هذا تعريف منطقي وصارم لجوهر الوجود، ليس مجرد شعر أو أسطورة. قبل أن تنهي المشاهدة، اسأل نفسك: هل الله داخل الزمن أم أن الزمن نفسه محتاج إليه؟ السؤال الحقيقي ليس هو هل تؤمن، بل على ماذا تعتمد عندما ينهار كل شيء. سورة الإخلاص لا تطلب منك معلومة، بل إعادة ترتيب اعتمادك بالكامل. هذا الفيديو ليس حلقة مستقلة، بل خطوة داخل سلسلة ستقلب الطريقة التي تفكر بها عن الله، الزمن والوجود. لكن هنا يظهر سؤال أخطر من كل ما سبق: إذا كان الله هو الصمد، فلماذا يوجد شيء أصلا؟ لماذا لم يكن العدم كافيا؟ ولماذا يوجد الكون بدلا من لا شيء؟ إن غادرت الآن، ستغادر قبل أن يبدأ السؤال الحقيقي. لحظة من فضلك عزيزي المشاهد، إذا كنت قد وصلت إلى هنا، فهذا يعني أنك لا تبحث عن إجابات سهلة، ولا تكتفي بما يقال لك دون تفكير. هذه القناة ليست للوعظ، وليست للجدال، وليست لإقناعك بشيء بالقوة. هنا نحاول فقط أن نفهم، أن نطرح الأسئلة التي نخاف أحيانا من طرحها، وأن نعيد بناء العلاقة بين الإيمان والعقل بهدوء وصدق. إذا كنت تؤمن أن التفكير لا يناقض الإيمان، وأن السؤال قد يكون طريقا للفهم لا للخروج عنه، فأنت في المكان الصحيح. اشترك في قناة بين الإيمان والعقل، لأن ما سنناقشه هنا لن يغير معلوماتك فقط، بل طريقة تفكيرك.